ماذا لو كانت هذه الليلة هي آخر ليلة في عمرك، مش آخر ليلة في رمضان؟ الليلة دي هي آخر ليلة في رمضان، فرصة ليك إنك تبدأ عهد جديد مع ربنا. نصيحة مني النهاردة، هاتوا ورقة وقلم واكتبوا كده العهد مع الله سبحانه وتعالى. لأن في ناس مع نهاية شهر رمضان فاكرة إن خلاص، بل بالعكس، دي بداية جديدة. ووعدوا ربنا إنك تطبقوا الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها خلال شهر رمضان ده كله. اكتبوها وقولوا لربنا يا رب عني على التطبيق. مفيش حاجة في الكون هتقدر تخليك أو تخليك تطبق اللي احنا اتفقنا عليه إلا عن طريق ربنا. على الأقل احنا اتكلمنا عن 27 إغواء، على الأقل توقفي عن 20 بس. تمسكي بربنا وشوفي من النهاردة لحد رمضان الجاي إيه اللي هيحصل لك. وادعي ربنا في الليلة دي دعاء العتق من النار. بس العتق من النار مش نار الآخرة بس، لا، نار الدنيا كمان. نار الدنيا هي أي مشكلة انت عايشة فيها، ادعي ربنا انك تخرجي منها، ووعدي ربنا انك هتدوري على السبل والطرق في كورسات وفي حلقات. بس ما تعيشيش دور الضحية ان انا مظلومة وانا مقهورة، لا. يبقى ابتدي طبقي العادات الجديدة اللي احنا قلناها، وابتدي دوري على الخروج من النار اللي انت فيها بكورسات بحاجات. بس لازم تعترفي في الليلة دي ان انت السبب. لا اله الا انت سبحانك يا رب اني كنت من الظالمين. يا رب انا عندي مشكلة كذا، انا عايشة فيها في نار وانا عارفة ان انا السبب، دلني يا رب على الطريق اللي يخرجني منها. ووعدي ربنا انك هتلازمي بالاستغفار. كنت عامله حلقه قويه جدا على الاستغفار في خلق المتنعمين، اصلا برنامج خلق المتنعمين كله رائع، اتفرجوا عليه. اوعي تبعدي عن طريق ربنا بمجرد ما رمضان يخلص. انتي حر، ما تخليش حد يوجهك في طريقه معينه لعبادتك لربنا. روحي لربنا النهارده بطريقتك انتي.